الف هنا على قلبك حبيبتي يا خالتي، تسلمي لي. ادي حضن لمين؟ حبيبتي يا خالتي، حبيبتي حبيبتي تسلمي لي حبيبي، حبيتك العافيه، تسلمي حبيبتي. كل عام وانت بخير. كل سنه وانت طيبه. طيبه يا خالتي، الله يخليكي. يلا المفروض نلحق قبل الاذان. تعرفي حد اروح له؟ عايزه اروح لخالتي فاطمه دي، فاطمه اللي كانت هي ممكن تكون موجوده. ادي لخالتك واحده كمان. يلا. ما انا مش عارفه هي ساكنه في انهي بيت. طيب طب خدي واحده من دي ليها بقى اديها لها. ماشي. لا انت روحي اديها لها معلش. ما انا مش عارفه هي ساكنه في انهي بيت. يلا ادي لها واحده يا اسف. يلا بألف هنا. يلا يا اسوس. كل عام وانت بخير. كل سنه وانت طيب حبيبي حبيبي بألف هنا. يلا تسلمي. كل عام وانت بخير يا حاج. انت مالك مش طايقه نفسك كده ليه؟ كل عام وانت بخير. خضتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله عسل. انت عامله ايه؟ الله يخليكي حبيبتي. والله ما بعمل الرز ان شاء الله. في ايه انزلي بسرعه. معلش يا رب في ايه؟ وعد حبيبتي. انت طيبه يا حبيبتي بألف حنان. ادي لطنط. طلعي لطنط. لا اديلها خلاص. صايمه مش صايمه اديلها بألف هنا. السلام عليكم. ازيك يا خالتي؟ انت معاكي حد تاني؟ طيب اديلها 2 يا اسف. الله يخليكي بألف هنا. يلا خدت لها 2 بألف هنا. خدي واحده كمان يا اسوس حبيبي بألف هنا يا خالتي. اسوس ادي لطنط. خلاص ان شاء الله اجي لكم مره ثانيه باذن الله. معلش دي حاجه بسيطه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ما يقطعها عاده. حبيبي حبيبي بألف هنا. نعم يا حبيبتي. بنتي ميته وعيالها يتامى فوق قتلهم واحده يلا. طب والله تخلصتهم. والله انا اسفه. اجي لك تاني. حبيبتي حقك عليا. حبيتك العافيه حبيبتي. تسلمي لي. اجي لك تاني ان شاء الله. تسلموا لي بألف هنا بألف هنا. اكتر من الحاجات اللي قريبه لقلبي هي اني لما بجهز ولادي للدرس بحس ان انا بجهزهم للدكتوره، بجهزهم للعلقيه. والله العظيم مش كلام بقوله في فيديو، والله العظيم بحس بشعور كده جميل. بحس ان في حاجه انا عايشه عشانها، في هدف انا عايشه عشانه. فشعور ان اجهز ولادي للدرس ده يا لهوي. ولا لما بكون بجهزهم للمدرسه، يعني حاسه الايام بتجري، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله هشوفهم زي ما انا عايزه واحسن كمان. ان شاء الله ربنا مش هيضيع لي تعب ولا يضيع تعب اي ام على ولادها. يا رب يبارك لنا فيهم. المهم ان صلاح دلوقتي نازل درسه لخالته تمام، وانا هتحدى نفسي في خلال تلت ساعه اكون مخلصه الصاله واوضه اسيا واوضه صلاح. يلا نشوف. معلم صلاح ماشي. مع السلامه يا باشا. ده شكل الاوضه بتاعت صلاح. هي كويسه، انا بالنسبه لي كويسه ما شاء الله. ان شاء الله ما مش تاخد وقت معايا تمام. وده شكل الصاله برضو بالنسبه لي انها كويسه مش تاخد وقت ان شاء الله. وده شكل اوضه اسيا برضو شايفه انها كويسه. فان شاء الله باذن الله انا هتحدى نفسي اني هخلص ال3 في اقل من ربع ساعه.
الشكل النهائي لاوضه سلوحه. ايه رايكم في الجمال؟ راحه راحه راحه. وده الشكل النهائي للصاله. السجاده طبعا قلت لكم انها عايزه تتغسل، وانا اصلا حطاها على ظهرها، تمام. بس انا عشان في حافظه في البانيو مستنياها تتغسل، وبعد كده اغسل دي. ودي هتكون اوضه السوس. انا صراحه سبت الشباك عشان الاوضه تتهوى، وحطيت البطانيه دي برده كمان عشان تتهوى. بالمناسبه يا جماعه، للناس اللي بتقول لي يا ام اسيا انت هي ام اسيا على طول بتروق، هي اصلا الام مهمتها في الحياه ايه غير ان هي تهتم باولادها وانها تروق وتسرح لهم؟ يعني هي دي مهمتك في الحياه. الحاجه الوحيده اللي الواحد بس يحمد ربنا عليها نعمه الصحه. يعني الحمد لله ان صحتنا فينا وقادرين ان احنا نخدم ولادنا. وانا بالنسبه لي كأم يعني مش هقول ان بكون مبسوطه قوي من ان ولادي يبهدلوا، لا، بس انا دايما اقول لنفسي الحمد لله ان هم بصحتهم ويعيشوا ويبهدلوا وانا اخدمهم. انتوا فاهميني؟ فيا رب يجعلهم بصحتهم، لان يمكن النعمه دي مش في بيوت كل الناس. فيا رب يشفي كل مريض ويرزق كل محروم ويكرم كل بنوته بانها تعيش احساس الامومه يا رب. عايزه اقول لكم ان الاذان بيأذن ما شاء الله، الله اكبر. يا رب يرزق كل مشتاق ويرزقك يا كريستي، ويسعد قلبك ويعزك ويجعل رزقك مطر ويصلح حالك يا جي ام، ويطيب خاطرك ويرضيكي ويريح بالك ويسعد قلبك يا لبنى يا حته من قلبي، ويعزك ويعوضك اضعاف ما اسعدتيني خير، ويسعد قلب اياد ويسعد قلب تاج وجوجو، ويسعد قلب كل اللي كان سبب في سعاده ليا او كل اللي ساب بصمه في حياتي حلوه. قسما بالله ان كل متابعيني على راسي. الله يديمكم في حياتي ويسعدكم سعاده لا تنتهي، ويجعل رزقكم مطر ويكرمكم بكل حاجه حلوه في الدنيا تتمنوها. بالله اني بحبكم. اسيبكم بقى مع الاذان شويه عشان انا عارفه ان في كتير منكم محروم من صوت الاذان. ما شاء الله ما شاء الله. يا رب اصلح حالنا، يسر لنا امورنا، وارزقنا بكل حاجه حلوه في الدنيا نتمناها. يا رب اجعلنا من اهل الجنه. يا رب بارك في عمر ولادنا يا رب، وما تختبر صبرنا فيهم يا رب. يا رب نشوفهم احسن مما احنا عايزين. يا رب استر كل بناتنا يا رب، واحفظهم من كل شر. ما شاء الله منك